كنت تعرف ان فيلم هندي كان هيعمله محمد هنيدي او احمد حلمي؟ تعال احكي لك. تامر حبيب في بودكاست السيناريست كان بيحكي ان زمان فيلم هندي في بدايته كان هيتعمل بمحمد هنيدي وعلاء ولي الدين، وكان هيبقى اخراج الاستاذ داوود عبد السيد. فكان هيعملوا بعلاء وهنيدي، وكان لسه علاء وهنيدي ما بقوش بحجم النجوميه اللي بقوا فيه بعد كده. وبعدين توقف الفيلم، والاستاذ داوود بقى مش عايز يعمل فيلم، فقال لهاني خليفه هو اللي يخرجه. ولكن المشروع ما كملش واستاذ داوود ما كانش عايز يكمله. المهم رشح المخرج هاني خليفه ان هو يكمل اخراج الفيلم. هنا يا استاذ هاني خليفه رشح تامر حبيب نفسه ان يعمل دور صلاح عبد الله. فهاني رشحني، كان شافني فرشحني اعمل دور اللي عمله بعد كده بقى في الفيلم، عمله استاذ صلاح عبد الله. وتامر حبيب بيقول ان هو اللي رشح احمد حلمي. بداوا يعملوا اوديشن على الفيلم ويذاكروا ادوارهم وكذا وكذا، ولكن المشروع وقف وما كملش. وما ما حصلش نصيب، باظ المشروع بقى وكده. لحد ما رجع الفيلم وبقى بالنسخه اللي احنا عارفينها بابطالها المعروفين احمد ادم، صلاح عبد الله، ومنى شلبي. من رايك انت بقى انهي نسخه كانت هتبقى احلى؟